السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهاردة يا جماعة هنتكلم عن درجة الحرارة الشديدة جدا اللي بتأثر على الأرانب في فصل الصيف أو في الأوجات اللي احنا بنعيشها اليومين دول. طبعا درجة الحرارة يا جماعة ممكن توصل معاك النهاردة ل 41 و 42. طبعا دي درجة حرارة عالية جدا على الأرنب، بتأثر على الإنتاج، بتخلي الأرانب ما عندهاش خصوبة، بتخلي الأرانب ما ترضعش كويس، بتخلي الأرانب ما تاكلش كويس، فبالتالي ما تحولش كويس، ويبدأ الأرانب يحصل عندها مشاكل. بيحصل عندنا حاجات يا جماعة زي إن الأرنبة ممكن تبقى عشار وتولد الأرانب كلها ميتة. الأرانب الصغيرة يا جماعة ممكن نلاقيها كلها ميتة. فطبعا لازم نتكلم على الموضوع ده، بالذات الناس اللي ما عندهاش خلايا تبريد. كل الكلام ده هنقوله في الفيديو ده، بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. أول حاجة معانا يا جماعة ممكن نعملها تخفف على الأرانب من درجات الحرارة، وهي المروحة. طبعا المروحة يا جماعة بتعمل لكل كذا متر مربع عندك في المزرعة بتحط مروحة سقف. يعني كل مثلا 6 امتار بتحط مروحة سقف، او كل 4 امتار بتحط مروحة سقف، حسب العنبر عندك وحسب المكان عندك. طبعا المروحة يا جماعة بتعمل تيار هواء في المكان عندك او في المزرعة. تيار هواء ما بيبقاش شديد، بتشغل المروحة على سرعة متوسطة، فبالتالي ما بتبدأش ان هي تعمل الارنب التهاب رئوي ولا حاجة. الموضوع ده يا جماعه انا مش بقوله لك وخلاص، انا شغال بقول لك الكلام اللي انا شغال بيه. دي حاجه من الحاجات اللي بتخفف على الارانب ان درجه الحراره العاليه. انك بتشغل مروحه على سرعه متوسطه في ساعات الحر بس. يعني بتشغلها مثلا من الساعه 9 الصبح او من الساعه 8 الصبح لحد مثلا بعد العصر بساعه وبعد العصر بساعتين، على حسب الجو ما يبدا ان هو يفك شويه. فبتبدا ان انت تفتح الشبابيك بتاعه المزرعه، وبتبدا ان انت تهوي المزرعه وتبطل المراوح. والهواء بيبقى طبعا بدأ ان هو يشتغل بره، فبالتالي بتبطل المروحه. احيانا يا جماعه في ساعات الحر الشديد بيبقى درجه الحراره زياده عن اللازم، فبنضطر ان احنا نرش ميه على الارانب مباشره. بنرش ميه على الارانب بس زي ما قلنا قبل كده، ما بنرشش ميه على الارضيات ولا على البطاريات ولا على الحيطان ولا على اي حاجه، لان الميه يا جماعه على الارضيات والحيطان والحاجات دي بتبدا ان هي تشرب الميه، وبتبدا ان هي تعمل بخار ميه، فبتخلي نسبه الرطوبه عاليه عندك في المكان، فممكن تخنق الارانب اكتر وبتضر الارانب اكتر، بتساعد ان هي الجو يبقى حر اكتر. فطبعا الميه على الارنب مباشره مع المروحه لما تبقى شغاله، طبعا جسم الارنب الشعر بتاع الارنب يتبل وجسم الارنب يتبل، والهواء بتاع المروحه بيعمل للارنب تبريد، فبالتالي الارنب بيحس ان هو درجه الحراره نزلت عنده خالص. كمان يا جماعة بنحاول إن إحنا نبعد عن مسكان الأرنب، أو إن إحنا نجري ورا الأرنب نعمل أي حاجة في ساعات الحر. ما بنكنس المزرعة في ساعات الحر عشان الغازات بتاعة الأمونيا. ما بنبدأش إن إحنا نمسك الأرنب مثلا نحطها للذكر، أو إن إحنا نمسك الأرانب نديها حجن، أو إن إحنا نعالج مثلا الأرنبة عندنا تعبانة ولا حاجة، عندها جرب أو عندها التهاب عرجوبة أو عندها أي حاجة، نبدأ إن إحنا نعالج في ساعات الحر. بنحاول ان احنا ما نخشش المزرعه اصلا في ساعات الحر، غير ان احنا سواء كنا هنرش ميه او ندار المراوح بس، عشان ان الارنب ما يعملش اي نشاط. لان الارانب طبعا بتقوم تجري، او انت بتجري ورا الارنبه اللي فيها بتجري بتدوس على عيالها بتاع، فطبعا بتساعد ان اي نشاط للارنبه بيساعد ان هو بيزود درجه الحراره في جسم الارنبه، فبالتالي بتخلي الارنبه يحصل عندها حراره زايده، فبتاثر على الانتاجيه بتاعتها، سواء كانت ارنبه بترضع او ارنبه عشار او ارنبه انت عايز تحطها للذكر تلقحها او اي حاجه. كل ده يا جماعه لازم ان احنا نخليه في من بعد الساعه 10 بالليل او 11 بالليل، على الجو ما يفك خالص، وتبدا الارانب كمان تنسى درجه الحراره اللي كانت بالنهار دي في حالها، وترتاح من الاجهاد الحراري، وتبدا ان هي ترجع لطبيعتها تاني. فتبدا ان انت تمسك الارانب تحطها للذكر تعالج تعمل اي حاجه. كذلك برضه يا جماعه العلف، لازم العلف يبقى في الاوجات اللي هي ما بيبقاش فيها حراره خالص. تقوم حضرتك بعد الفجر او قبل الفجر كمان تعلف المزرعه بتاعتك،
وعلى الساعة 10 بالليل أو 9 بالليل تبدأ إن أنت تحط الوجبة التانية. طبعا يا جماعة بنقسم الوجبة على وجبتين عشان الأرنب ما ياكلش ويملى بطنه جوي، ويبدأ إن هو طبعا الحر يطلع عليه، فبيبدأ يحصل له برضه مشاكل، لأن العلف في المعدة بيبدأ إن هو يسخن الأرانب، عشان طبعا بيحتاج درجة حرارة عشان الهضم والاحتراق جوه الأرنب. فبالتالي الكلام ده كله بيعمل درجة حرارة يا جماعة. فلازم إن إحنا الأرنب ياكل في الأوجات اللي يكون فيها الجو مش حر جوي، ويبدأ إن هو يهضم كمان أكتر الوجبة اللي هو كلها في الوقت ده. يعني مش تحط له مثلا الساعة 7 وتقول لا الدنيا لسه مش حر. طب ما هو أنت بتحط له الساعة 7 مثلا على ما أنت تقوم من النوم، على ما الجو يبدأ يحرر 8 9 يكون الأرنب كل والاكل كله لسه في بطنه، فيبدا يعمل عنده مشاكل. بدل الاكل ما يفيد الارنب يبدا ان الاكل يضر الارنب. فطبعا لازم ان احنا ناخد بالنا من النقط دي كويس قوي. حاجات بسيطه يا جماعه لو عملناها هتخلي الارانب في فتره الحراره ما يكونش عندها اجهاد حراري. ممكن برضه يا جماعه نحط جزازه مليه 1 لتر مليانه ميه نحطها في الفريزر، ولما تتجمد نبدا ان احنا نحطها مع الارنب او مع الارانب في اوقات الحراره اللي هي برضو قلنا من بعد الظهر او من الساعه 9 او من الساعه 8 لحد بعد العصر. في الوقت ده يا جماعه بنحط الجزازه اللي هي المتجمده اللي فيها تلج مع كل بنحط معاها الجزازه بتاعتها في العين بتاعتها. فطبعا ده برضو بيخفف من درجه الحراره بشكل او باخر. كل الحاجات دي يا جماعه بتخلي الانتاج عندك يبدا ان هو يكون درجه الانتاج عندك يكون شغال ما يكونش متوقف. في ناس تقول طب ما انا بشتغل وبعدي الصيف وما بعملش الحاجات دي. لا، انت بص لنفسك وبص للانتاج بتاعك هتلاقيه مش شغال بنسبة 100%. بص للتحويل بتاعك في الارانب اللي هي الفطام. بص للارانب اللي عندك بتعشر وتولد على طول زي ما كانت شغالة ولا لا. بص لكل حاجة عندك هتلاقي. بص للوجبة بتاعت الأرنب نفسها، شوف الأرنب بياكل عندك الوجبة بتاعته كاملة، والأرنبة اللي بترضع كويس، واللي بتلقح كويس، والدنيا دي كلها شغالة ولا لا. هتلاقي طبعا في فرق كتير جدا بين إن أنت تشتغل كويس وبين إن أنت يكون الشغل بتاعك أي كلام. طبعا بنراعي في ساعات درجات الحرارة يا جماعة